ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا نوع دي قناتي. لو عجبتكم اتمنى تعملوا لايك وتشتركوا كمان في القناه عشان كل جديد يوصلكم. عزومتي لاغلى ناس عندي في الدنيا، اهلي، امي واخواتي وبابا، ربنا يخليهم ليا، ما تحرمش منهم ولا تتحرموا من كل حبايبكم يا رب. قلت لهم عزومه بسيطه كده، جميله وفي نفس الوقت تشرف، باقل التكاليف، بس بجد كانت تحفه. يلا بينا نصلي كده على النبي عليه الصلاه والسلام، ونخش نشوف الوصفه الجباره بتاعتنا. طبعا المحشي ما يخلاش من العزومات، هو احلى حاجه في العزومات، كل الناس بتتفق عليه. ما هتلاقيش حد ما بيحبش المحشي، كل الناس بتحبه. خصوصا بقى ورق العنب لما يكون لسه طالع كده يبقى ايه، يجنن. معايا كده نص كيلو من ورق العنب. نص كيلو هنا في العزومه، والله نص كيلو في العزومه، احنا عيله مش اكيله قوي. فلو انت حاسه ان انت مثلا في وبعدين احنا كنا يعني ايه حوالي 10 افراد. فلو انت حاسه ان هم يعني انت عزومه تبقى اكتر من كده، خلاص هاتي كيلو. فانا كنت جايبه نص كيلو ورق عنب، ومعايا كرنبايه عاديه متوسطه عاديه خالص. طبعا انتوا عارفين ما بسلقش الكرنبه كلها مره واحده، بسلقها ايه، يعني بفصصها كده، واسلق كل فرعين ثلاثه كده ايه مع بعض. الحله اللي فيها الميه المغليه بتاعه ورق العنب هعصر فيها ليمونه، وهحط فيها معلقه سكر. والحله اللي هعصر فيها الكرنب هحط فيها مع الميه المغليه معلقه سكر كبيره. غسلت ورق العنب طبعا، وبدات ان انا انزل بيه بايه، في الميه السخنه بتاعتنا. بصوا اهو، طبعا عشان كان الحله صغننه فاي يعني سلقته على مرتين. وادي الكرنب بتاعته، الحله بتاعته ايه خلاص ايه غليت. هنزل برضو ايه بالكرنب، بنزل من ناحيه الايه العرق بتاعه، عشان خاطر الميه تخش كده جواه في التجويف، ويبدا يسخن الورقه، وتبدا هي تتسحب لوحديها لتحت. عايزه اقول لكم عزومه الاهل دي من احلى واجمل العزومات. وصدقوني والله العظيم، يوم ما بتعزموا حتى لو بتبقى يعني امكانيات قليله، بس والله البيت بتملي خير وبركه. بس كده بقى الورق العنب بيتسلق، والكرنب كمان اهو معانا، مش هياخدوا ثواني على طول. بس عايزه اقولك على حاجه، ما يكون عندك عزومه تبقي حضري لها من قبلها بيومين، وساعات كمان 3. عصاج اللحمه، اعملي الصلصه حطيها في الفريزر. اذا كنت هتعملي محشي سبكيها بالبصل وكل حاجه، وتبقى طالعه على الرز على طول. الخضره هاتيها وقطعيها، حطيها في التلاجة. طبعا مش هتحطيها في الفريزر، حطيها في التلاجة عشان بس لونها ايه ما يروحش. واغسلي الفراخ وحطيها برضو، لو قبلها ب3 ايام طبعا هتحطيها في الفريزر، انما لو قبلها بيوم لا، طلعيها حطيها في التلاجة عادي، مش هيحصل لها اي حاجه. ودعكيها كده بالبصل والملح والخل والملح والفلفل والقرفه وتوابل الفراخ. يا نهار ابيض، هتبقى فظيعه. انا بعمل كده على طول. بس انا المره دي جايبه ايه، ما جبتش فراخ، انا جايبه ايه، انا جبت لحمه. بجد الطريقه دي بتبقى جميله جدا بالفراخ، كمان لما تعمليها في العزايم كده وتعمليها في الصواني وتدخليها الفرن، بتبقى خطيره. بس يبقى تحطي عليها كوبايه ميه كده، عشان خاطر ايه تاخدي شويه شوربه لو انت هتسقي المحشي ولا حاجه. وكل شويه تزودي شويه ميه لو ايه، لو الميه قد. وطبعا بعد كده بتاخديهم تحطيهم في حله، شويه كوبايه الميه دي بعد ما طبعا الفراخ تستوي تلاقيها طبعا مليانه بقى دسمه كده بقى وجميله. حطيها في حله كده وانزلي عليها إيه املي الحله بقى ميه، او على حسب ما انت عايزه قد ايه شوربه، وسيبيهم يغلوا. وحطي عليهم برضو ايه مكعبين مرقه كده، ووسقي بقى المحشي اللي عندك، هيبقى تحفه تحفه تحفه. ورق العنب اتسلق، والكرنب كمان هو اتسلق. يعني ما تسوهمش قوي، عشان خاطر ايه، يعني ما يتهروش معاكوا كده ويبقى طعمهم مش حلو. لا يعني يا دوبك كده تحس ان الورقه بس يا دوبك ايه دبلت بس كده. بس بقى كده طلعتهم كده على ايه مصفى، عشان خاطر ايه يصفوا معايا. وجينا هنا بقى ايه للخلطه بتاعه المحشي. الخلطه بتاعه المحشي ديت معايا 4 بصلات كده كبار حلوين، هنزل عليهم بايه معلقه كبيره سكر، وطبعا ربع كوبايه زيت في الحله. وهبدا ان انا ايه اشوح رايح جاي كده لغايه ما ياخدوا اللون اللي انا عايزاه. اهو شايفين. طبعا احنا عملنا المحشي كتير مع بعض، بس ده محشي العزايم بقى، مش عايزه اقول لكم عسل. هنا حاطه بقى اللحمه، معايا اللحمه بتاعتي عشان انا جبت لحمه ما جبتش فراخ. قلت يعني ايه اعمل المره دي لحمه، المره اللي فاتت كنت عامله فراخ، فقلت اعمل ايه لحمه. وهنا برضو ايه هعمل استنى هقول لكم اعمل ايه، نسيت بس. اه هعمل اللحمه المفرومه بتاعت البطاطس اللي احنا هنحشيها. انا النهارده مش هعمل بشاميلات، ومش هعمل جلاش، ومش هعمل ان حاجات مكلفه قوي. انا عملت برضو ايه حاجه جميله، عملت بطاطس باللحمه المفرومه، بس بتبقى خطيره. جربوها كده في العزايم هتعجبكم قوي بجد.
معايا هنا بقى بصله كده متوسطه نزلت بيها في الحله بتاعتي. طب احنا عارفين اللحمه المفرومه بيبقى فيها نسبه دسم، فانا حطيتش يعني يعني حطيت مكعبين زبده كده صغيرين، وحطيت بس ايه رشه زيت بس كده. واخلي البصله بتاعتي تصفر، هما مش بيحبوا البصل يبقى ني في اللحمه المفرومه، فانا عملتها ايه يعني شوحتها، خليت بس لونها كده ايه يصفر كده ويبقى لونها جميل معايا. لو انت بتحبيها لونها تسويها الاتنين في بعض عادي مفيش مشاكل. هنا بقى بصوا البصل بتاع المحشي بتاعنا. بصوا بقى انا بجيب لكم شويه من هنا وشويه من هنا، ان هو كله ما شاء الله على البوتاجاز يعني. لو قولوا لي بقى انتوا عزمتوا مين الاول، عزمتوا اهل جوزكم ولا عزمتوا اهليكوا يعني؟ قولوا لي بقى مين وايه اللي عملتوا، الاكل اللي انتوا عملتوه كمان في العزايم ماشي، قولوا لي كده افكار عشان لسه هعزم اهل جوزي. هنا بقى نزلت ايه نص برطمان صلصه. وهنا كان بصوا الصلصه اللي انا بقول لكم عليها، الصلصه دي متسبكه دوبك، بس هي هتفك وهتبقى تاخد بس 5 دقايق كده على النار وهيبقى خلاص. بصوا ما شاء الله هي فكه، بس يعني ايه عايزه يعني دقيقتين 3 كده على النار هكون فكت على طول. وهنا بصوا شايفين بقى البصله ما شاء الله بقى لونها جميل ازاي وخطير. هنزل بقى ايه باللحمه بتاعتي، ده نص كيلو لحمه، هنزل بيه كده وابدا ان انا ايه افتته، واحط له بقى الملح والفلفل والقرفه وسبع بهارات بس كده. بس بقول لكم فتتوه كده، ما تدوسوش عليه بالمعلقه عشان ما ينزلش السوائل اللي فيه. فتتوه بايه بحرف المعلقه زي ما انتم شايفين كده، رايح جاي رايح جاي لغايه ما ايه ما تتشوح معانا وتبقى خطيره بس كده اهو. هنا بقى معايا اللحمه بتاعتي، هيبقى 2 كيلو لحمه. هبدا ان انا ايه انزلهم بعد في الميه، بعد ما الميه ايه ما الميه غليت. بس ما شاء الله، بس مش عارفه اللحمه اتهرت ليه يعني. انا في الاخر والله سويتها كويس وطفيت عليها، بس يمكن غلطتي اللي انا حطيتها في الشوربه يعني، سبتها ما طلعتهوش. انا بقى غلطانه، كنت طلعت اللحمه بتاعتي يعني بعد ما استوت طلعتها، انا بقى سبتها. فخدوا بالكم من التركه دي عشان اللحمه ما تهريش معاكم وتبقى ايه ويعني وتكسفكم زي ما اللحمه بتاعتي كسفتني. والله شوفوا ما شاء الله كانت جميله ازاي، القطعه كانت كبيره، بس والله العظيم عشان نسيتها تشوفوها معايا في الاخر اللي هي اتهرت خالص يعني. بقت انا بقى كل ما اجي اطلع حته مش لاقياها، راحت فين اللحمه، انا اكلتها جوه ليه والله العظيم انا كنت صايمه. يلا بقى اعملوا لي لايك واعملوا شير، يلا ما شفتش حد عمل لايك يا حلوين، فين اللايك وفين الكومنت الحلو والجميل منكم. هنا بقى معايا 2 كيلو رز وقطعت عليهم 3 4 حزم خضره كبيره كده، بقدونس وكزبره وشبت، وقلبتهم كده مع بعض بملح وفلفل. وهنا بقى ما شاء الله الصلصه بتاعتي اتسبكت وبقت جميله جدا جدا جدا. حطيت عليها الملح والفلفل والقرفه ما شاء الله، عسل عسل عسل. بصوا ما شاء الله كانت خطيره. هنقعد بقى نحشي، طبعا كلنا عارفين ان اوريكم قبل كده الحشو ازاي، وان شاء الله في فيديو قريب تاني هقولكم. بس انا عشان كنت مستعجله فايه حشينا بقى ايه بره، قعدنا بقى كده شغلنا التلفزيون وقعدنا بقى ايه حشينا انا وماما واخواتي بقى كده ايه بره. بس هنا ماما برضو حشت البطاطس، ماما بتقورها، انا ما بحبش اشوحها، بتديها ملح وفلفل كده من جوه بعد الغسيل ايه وبنحشيها. وبعمل لها بقى خليط صلصه عاديه مضروبه في الخلاط عادي، وبحط عليها فلفلتين اللي هما الاحمر ده يعني ورومي احمر، وبحط كمان عليهم معلقتين 3 ايه صلصه، وبحط معاها توم والملح والفلفل والملح والفلفل ومرقه الدجاج، وكمان ايه اللهم صل على النبي القرفه عشان كمان تديها طعم ايه طعم خطير. بس كده، وهسيبها بقى تستوي على النار ايه من فوق، عايزه تديها غلوه من فوق وبعد كده تدخليها الفرن مفيش مشاكل. بس هي شوفوا انا سويتها اهو من فوق، هتاخد كده بتاع نص ساعه، بعد كده هدخلها تحت الشوايه تاخد ايه لون. هنا كنا خلاص بقى حشينا المحشي ما شاء الله، هنا الكرنب وادي الفلفل والكوسه وما شاء الله كان كله ايه على البوتاجاز وخلاص. والحمد لله خلصنا قبل المغرب والحمد لله خلصنا كله. بصوا ما شاء الله شكل البطاطس، بصوا بقى اللحمه بقت قد ايه شايفين، بقت صغننه خالص، ولا الكرنب بقى يا نهار ابيض وجماله وحلاوته. كل سنه وانتم طيبين. يلا بسرعه قولوا انتوا عملتوا ايه في العزايم بتاعتكم، وقولوا لي تحب كمان اعمل لكم ايه في العزومه الجايه ان شاء الله. عايزه اقول لكم العزومه الجايه هتبقى عزومه سمك جامده جدا جدا جدا، ودي هعملها لاهل جوزي بقى. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. هقول لكم بقى اشوفكم في فيديو جديد، واتمنى لكم يا رب كل حاجه حلوه وتعملوا كل ربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.